شوفي ايه اصعب حاجه في شغلك؟ بالنسبه لي انا اصعب حاجه يعني خايفه اقولها الناس تتريق عليها، بس فكره الحمام بصراحه يعني ايه؟ دي اصعب حاجه. يعني انا يعني ما بحبش ادخل حمام غير حمام بيتنا، وحمام الكرفان كنس كده وضيق. فانا بناشد من خلالكم جميع الساده صناع الكرفانات بتوسيع الحمامات، لان مش كل الفنانات رشيقه الحقيقه. ايه الدور اللي نفسك تعمليه؟ رقاصه. ونفسك تعمليه ليه؟ يعني حاسه اني هأدي فيه كويس حقيقه. عندي امكانيات مدفونه. هي مش مدفونه. فنانه هادفه. يا ام بق كبير. ما تثبتنيش. انت بتتريقي عليا؟ لا والله. البق كبير دي خلقت ربنا، ما حدش بيتريق عليها. لا ده انت عايزه سوسته. لا والله كتي بيتي. طيب ورجيمك المفضل؟ مفهوم. ايه العيب اللي اكتشفتيه في نفسك بعد الجواز؟ ان انا انانيه. يعني مثلا ايه، انا لو باكل حاجه او معايا بسكوت ما احبش اديله منها بصراحه، وهو اي حاجه بيديهاني، فانا نفسي هو يبقى اناني عشان يبقى خلاص عايشين، لان هو لو ما ادانيش انا هسرقها وهاخدها من وراه برضه، بس ما يبقاش هو كريم معايا عشان انا بضطر بقول له خد وبتاع وكده، مش ناقصه هي يعني بصراحه. هايله. طيب ايه الاغنيه اللي فاكراها من طفولتك؟ كنت بحب قوي اغنيه بتاعه صفاء ابو السعود، كانت بتتكلم على فصول السنه. اطربينا اتفضلي. ماشي اوكي. اغني. واديني سبته وشفت اهو ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجه، لا مش زعلانه وكئيبه، مش بس كذلت ايه زي العبيطه، ولا ماشيه بخبط دماغي في اي حيطه. بس كده. شكلك هتموتي مقتوله. صوتي طلع حلو ولا زي ما هو؟ لا نهائي. بجد؟